إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن بين غايات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمم الأخلاق، أخلاق الناس بينهم وبين الله، أخلاق الناس بينهم وبين أنفسهم، وبينهم وبين بعضهم البعض. يتمم صالح الأخلاق ومكارمها وأحسنها. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ومعنا في هذه الخطبة خلق من أخلاق الإسلام التي ضاعت عند كثير من الناس، ألا وهو الخلق الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو خلق العدل. خلق العدل والإنصاف، العدل بين الناس، العدل الذي أصبح بين الناس عزيزا، حتى إنك لا تجده في كثير من الصالحين فضلا عن عوام الناس. فاسمع أخي الكريم كيف يحثنا الله عز وجل على هذا الخلق، فيقول جل جلاله: وإذا قلتم فاعدلوا. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. هذا الذي يعظكم به هو العدل والإنصاف، وذلك إذا ساد العدل حفظت الحقوق ونصر المظلوم وولت الهموم وأدبرت الغموم. أما حينما يتجافى الناس عن العدل ويقعون في الظلم، فإنه ينبت فيهم الحقد والقطيعة والفرقة. أيها المسلمون، وكما يكون العدل في الأبعدين فهو كذلك في الأقربين والأهلين. وأحق الناس بالعدل أبناؤك، فمن ابتغى بر أبنائه وبناته وأن يحبوه في حياته ويترحموا عليه بعد مماته وتصفو قلوبهم فيما بينهم، فليتق الله وليعدل بينهم وليسوي بينهم في العطية والمعاملة. وليتق الله أولئك الذين يحرمون بعض المستحقين من الذرية في عطية أو وصية، فذلك حرام وجور وظلم، والوصية به ظلم وجور ومخالفة للعدل والحق، لا يجوز نفاذها ولا إنفاذها. وتلك أفعال شنيعة وظلم مهلك تقوم به الخصومات وتثور به الأحقاد وتقع به المظالم وتتقطع به الأرحام. إن مثل هذه التصرفات تجعل الأسرة في صراع دائم وتفكك مستمر. والشارع الحكيم حث على هذه المساواة بين العطية بين الأبناء، واعتبر الخروج عن ذلك ظلما وجورا. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه وهب له مالا، فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على هذا الذي وهبت له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا.
فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أخرى: فلا أشهد على أي شيء ألا يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: إذن فلا. لقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العطية التي لم يتساوى فيها جميع الأولاد ظلما وزورا وجورا، وكفى بالظلم بشاعة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إخوة الإسلام، إذا كان الواحد منا يعطي بعض أولاده أكثر من الآخرين فليعلم أن هذا يقتلهم ويجعل الحقد في قلوبهم. فالأولى أن نعدل بين أبنائنا في القسمة، وأن نجعلهم سواء في العطية والهبة حتى تسلم الأبناء من التصدع. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العدل بين الأولاد مما أمرنا به شرعنا الحنيف. فاسلكوا طريق ربكم تستقم لكم الحياة ويكون لكم البر في سواء. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم اقتفى. أما بعد، إن بعض الرجال من الآباء الذين شذت طباعهم وغلظت أكبادهم وجمدت عواطفهم وغاب عنهم ما أمر الله به من العدل يقومون بحرمان البنات من المال وإثار الذكور من الرجال بذلك. والحجة لهم في هذا أن الذكور امتدادا لهم، فهم أولى بحمل الراية من بعدهم، فهم أولى بالمال من البنات. بل إن البنت إنما تأخذ مالها لتعطيه لزوجها الذي هو في نظر بعض الآباء غريب عن الأسرة، ليس له في المال من نصيب. وهذا الفعل من الظلم الذي نهى الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه. فالواجب على الآباء تحقيق أمر الله وترك الظلم الذي يقع على الأبناء. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا إلى إقامة العدل بين أبنائكم وبناتكم، واعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن العدل هو أساس النجاح والفلاح، فالبدار البدار. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته.
ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.